بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أخيرا قدرنا نحصل على برنامج يقدر يصور لنا برنامج نيجاتيف تارجت فيرجن 3. طبعا احنا في ناس عارفة الشغل وفي ناس مش عارفة الشغل. هنشرح ازاي نتعامل مع البرنامج الأول. بمعنى هنيجي نشوف نقول ده مثلا كيس 30 زي ما انت شايفه. انا بجيبه مثلا الراجل المضارب ده اللي بيشتغل طالع نازل ممكن يشتغل بيه ديلي فقط لا غير. ده راجل بيشتغل عمال يبيع كل يوم ويشتري. في واحد ممكن يشتري على تسوية بيشتغل ويكلي وديلي. في واحد بيشتغل تارجتات وبيشتغل تسوية وبيشتغل سيم دي مثلا. النتيجة في الآخر أنا بشتغل إزاي؟ أنا باخد سنوي زي ما أنت شايفه مرة، وربع سنوي وشهري وأسبوعي ثم ديلي اللي هو اليومي، وأحيانا بعمله حاجة اسمها انتر دي. طيب آه نفهم بس الأول ده شكل الشرط قدامك. هناخد مثلا منصلي كده شهري يعني، وابتدي اقول فين الشهر بتاعي. ادي شمعة اهيت 8103. ده شهر ايه ده انت شايفه؟ لحد 17 بقى. اذا مش ده الشهر اللي انا هاخده، باخد الشهر السابق نهايته 31/3 زي ما انت شايف. طب الشهر اللي قبل منه كان 27/2. طب الشهر اللي قبل منه كان 30/1. الشهر اللي قبل منه كان 31/12. تمام. 31/12 دي كانت نهاية سنة، ولكن احنا عشان نتأكد بنعمل كده، بنجيب السنوي. ادي احنا هنا 17/4، لأ يبقى هو ده 31/12. خلاص، عرفنا ازاي بنجيب الشهري السنوي ربع سنوي كده. ادي ربع اللي احنا شغالين فيه اللي هو 8103 17/4/2014، اللي باخد الربع دوت اللي قبله مباشرة من على الشمعة ديت الداتا بتاعتها. طيب شهري، خلاص قلنا ده شهر احنا شغالين فيه زي ما انت شايفه. الشمعة ديت هنا في شمعة حمراء انتهت 31/3. طبعا انا بديكم الاول بس كده ايه معلومات بسيطة، لانه في حواديت كتير جدا نقدر نستغلها ونشتغل بيها. لو خدنا الويكلي مثلا اللي هو نعتبر انتهى، وهنشتغل اسبوع جديد اللي هو يوم مثلا التلات الجاي واربع، وبعد كده كل سنة وانت طيب اجازة تانية هينتهي يوم الحد. بفتح البرنامج بدوس على نجاتي تارجت بيطلع لي المنظر اللي انت شايفه ده. انا بعمله كده، بشوف هنا ايه ده، بعلم هنا مثلا بشوف ده ايه. الهاي بتاعي كام؟ 803 67 كسر، يعني ممكن 8. ادي تغذية البرنامج 104. خلاص، بنقل على اقل سعر على نفس الشمعة زي ما انا واقف، ان ده اسبوعي او يومي او شهري او ربع او سنوي، كله بيتاخد من نفس الشمعة بس كل واحدة بتاريخها. ده الاسبوع اللي احنا انتهينا منه اللي هو بينتهي يوم الحد. اقل حاجة عملها 7861 يعني فوق ال50. تبقى 7862. اغلى قيم اللي هو كلوز زي ما انت شايفه 8104 برضو لان في كسر. خلاص كده ظهر قدامنا كده. ادي تغذية البرنامج زي ما انت شايف من واقع الشمعة. خلاص، عندي حاجتين، نجاتية واحد ونجاتية اتنين. ايه الغرض من نجاتية واحد؟ بيديني صعود طفيف وصعود قوي. نجرب نشوف النجاتية واحد بتقول لنا ايه. ده الحيز اللي هنا دوت اللي هو آه، اللي هي التحرك الخفيف، يعني مش صعود قوي. ممكن واحد يقول لها تفرق ايه؟ لاحظ كده هنا اول هدف
877 الصعود القوي، جلسة قوية ممكن تعمل لي 8225. هتلاحظ هنا الهدف التالت تحرك للتاني. بص كده 8346 اتحرك للتاني، بعد كده 8491، هنا 8467 على القوي، هنا 8588. انا هقول لكم على فكرة لذيذة. انا بعمل ايه؟ باخد الخمسة دول وباخد السادس ده معاهم اللي هو 8863. تمام، يعني انا بقول 1 2 3 4 5 وباخد معاهم 8830 احتياطي. خلاص. طيب ده نجاتية واحد. نجاتية اتنين لو انا دوست كده، وده المهم عندنا، هيطلع لي الحالة التحرك بتاعنا الخفيف زي ما انت شايفه، وبعدين هيديني مربع تاني زي ما انت شايفه على الشاشة على نفس تغذية البرنامج. اهم حاجة عندي نقطة الارتكاز الاسبوعية، انا اشتغل كده على شمعة اسبوعية، خلي بالك نقطة ارتكاز اسبوعية 8023. يبقى انا ما ينفعش انزل اشتغل تحت الارتكاز، ما ينفعش اشتغل تحت الارتكاز. احنا قافلين 8103 او 104. التلات اهداف دول لازم احطهم في اعتباري ما انساهمش. التلات اهداف دول اللي هم محطوطين اعلى واقل واخر على الاسبوع المنتهي، ما ينفعش ان انا احطهم هنا واتركهم، لا، ده هنا عامل مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. طيب يبقى انا لما ادوس على النجاتية 2 بيديني حالة الشغل، ودي ليست ذات اهمية كبرى ولكن للنظر فقط، رؤية بسيطة، لان انت في الثمان جلسات اللي وقتهم كان بيقول تصريفه وبعد كده طلع تاني، لكنها ليست مش ما هياش بنسبة عالية يعني، لكن هنحطها في الاعتبار. نقطة الارتكاز 8023. هنا في تبشير ان انا بيقول لي انت فوق نقطة الارتكاز، اذا حافظ عليها عشان تكمل صعود، ما تكسرش 823 الاسبوع ده. المفروض ان انا بس بنقول ده كده درس بسيط يعني. عندي دعوم زي ما انت شايفها، عندي مقاومات، عندي حاجات متوقعة في الأدنى، عندي حاجات متوقعة في الأعلى. وركز معايا 8225، وانتوا فاكرين ان احنا بنشتغل بين 7500 وال 8220 مبدئيا. طيب كل شيء وارد في الأسواق، ممكن يكسر لي الدنيا دي كلها. احنا بنركز دايما على الهدف الثالث، خلي بالك معايا، نركز عليه دايما. الهدف الثالث صاعد او الهدف الثالث هابط، مع مراعاة ايه بقى؟ ان انا ضارب عليه. احنا بنقول دلوقتي عشان بس ما نخرجش بره الموضوع، مش هنتكلم برضو، انا كنت هخش في مضاربات وحكايات، لكن احنا بنتكلم ازاي نغذي البرنامج الاول ونطلع هدفنا. اهم حاجة وانت بتغذي بالاعلى والاقل والاخر تكون صح، واخد البيانات صح، وبتأكد انها الارقام صحيحة 100% اللي انت حاططها، عشان المعطيات لما تيجي تاخد انت الناتج يبقى المعطيات موجودة سليمة. نركز بقى كده، عندي هنا اول هدف هابط. مش معنى هابط يعني الدنيا هابطة، لا، ومش معنى صاعد ان الدنيا صاعدة، لا، انا بتكلم على عمود. انا اشتبك في العمود ده يبقى انا هشتغل في العمود ده، هشتبك في العمود ده يبقى انا هشتغل في العمود ده. قلنا افراح بتجيب افراح، واحزان بتجيب احزان. طيب اول حاجة قلنا نخلي بالنا الثلاث اهداف دول او الثلاث ارقام دول ما يطلعوش بره دماغنا، لان انا قافل على 8104. عندي اول هدف هابط 831، عندي نقطة ارتكاز 8023. ال 8023 دي لازم احافظ عليها عشان اكمل صوب. بالحفاظ عليها ممكن اشوف 8176، ممكن اشوف 8249، ودي نقطة الفرس عندنا، هنقولها ليه بعدين يعني، بس انا مش بشرح كيس 30، انا بس باخد حاجة كده يعني. يبقى انا احط في اعتقادي نقطة الارتكاز، واخر حاجة نقول عليها ايه بقى؟ بص كده، انت منحصر بين الهدف الصاعد 8177 و 8031
ثم الحماية نقطة الارتكاز، لأن الهدف الأول الهابط الأول جاي فوق نقطة الارتكاز بحوالي 7 بوند. يبقى أنا عندي المنطقة دي ممكن تكون منطقة قوية جدا هذا الأسبوع، ولكن في نفس الوقت السوق ما بيعرفش قوي ولا ضعيف. طب الله يا عم، ما ايه الفكرة بقى يعني؟ الفكرة اللي انت بتخش الجلسة ما انتش عارف السوق صعد قدامك من 800 طلع عمل 825، طلع عمل 800، طلع عمل 825، طلع عمل 850، وانت مش عارف هيقف هنا ولا هيعصلك هنا ولا هينزل تاني ولا يعمل ايه. اذا انت بقى داخل الجلسة وانت معاك البرنامج ومعاك الارقام ديت، السوق اخضر، يبقى انت تبقى فاهم انه متجه ناحية ال 8176 ان احنا قافلين 8104. اشتغل جاب 8120 130 140 150، انت تبقى عارف ان انت رايح للمنطقة دي. طب يا عم الحاج قبلها كده ضعف وما قدرش يكمل زي ما حصل في المصيادة بتاعة ال 8597، وكان الكل يومها كان بيتكلم معايا وقلنا ان بكرة السوق دم، ومحدش صدق ان كلامنا ان السوق دم. المهم، طب انت اثناء الجلسة وهو صاعد لمنطقة او للهدف 876 جاء عند ال 850 وعصلك شوية، لازم تفهم ان هو هيديها غطس بسيط او يعرض لحد ما يطلع الهدف ده. طب ما هو ممكن يوصل 877 ويقع من عندها وما يقدرش يكمل. طيب لما يقع من عندها يبقى انا مش هقول اول هدف هابط، لا، اول هدف هابط اهو 8104 اللي هو طالع منه. خلاص. طب لو كسروا يبقى معايا 831 823. طب لو كسر ده وكسر ده يبقى عندي اقل حاجة 7862. لا طبعا، خلاص كسر ده وكسر ده وكسر ده اهو 7958. وبالتالي لما بيكسر المنطقة دي ويجي ينزل هنا ما بيكسرهاش من اول مرة، بيعمل عملية موجة يرتد منها، يحاول يطلع يجرب تاني 8031 او القرب منها، مش لازم هيجيبها بالظبط، ممكن يطلع يجيب قبل ال 8000 بحاجة بسيطة لان في 40 بونت من هنا لل 8000 مثلا، وينزل تاني. انت لازم تكون فاهم ان المنطقة دي هل هيكسرها تاني ولا لا عشان تتعامل مع السوق. وبعدين 7862 هو طلع منها. ده تغذية البرنامج. رؤيتي دايما على نقطة الارتكاز هي المهمة، بيشتغل فوق منها انا مطمئن، بيشتغل تحت منها انا مش مطمئن. بمعنى بيشتغل فوق منها انا شاري، بس شاري ازاي؟ شاري وهو صاعد. طبعا انا متأكد ان السوق صاعد طالما فوق ال 8023 وبدأ بيخضر وبيطلع او ما بيكسر، خلاص شغل البورصة هو انت دخلت في مكان والمكان ده ما قدرش يوصل للمكان او الهدف التاني او الاولاني وابتدى يضعف وينزل، فطبيعة الحال انت لك رؤية انه خلاص ما قدرش يتخطى الهدف الاولاني. طيب لو تخطى الهدف الاولاني 8177 بيتجه ناحية 8249. طبعا لما بيتجه ناحية الهدف التاني مش هيروح يجيبه على طول، ممكن يبقى 8200 8220 وبعدين ينزل تاني شوية. المهم تبقى انت عينيك على الحماية اللي عداها. خلاص هو عدى ال 8177 وطلع جاب 8220. تمام كده. طيب 8220 وراح نازل منها ما جابش 8249، يبقى انا عينيا على ال 877. ده الاسبوعي طبعا، لكن لو جبنا اليومي بقى هنلاقي حاجات تانية لازم نركبها مع الاسبوعي. وصلنا كده ازاي نغذي البرنامج وازاي نشتغل. ده الاسبوعي. تعال نشوف بقى هناخد اليومي. اليومي هناخده ازاي؟ ديلي اخر يوم عمل اهو 8104 8059. ركز كده هنا عندي ايه 859. تعال نجيب بقى الكلام ده 8059 نفس الطريقة. خلاص ما هو قافل ايه، عامل لنا هو زي ما انت شايف 804 8059 وقفل 804 804 8059 8104. اقول له برضه ان دي اتنين عشان اشوف نقطة ارتكاز اليومية. يبقى انا كده عندي نقطة ارتكاز. ركز بقى كده شوية، احنا جبنا الاسبوع وانتوا فاكرينه، وتقدر تعيد الفيديو وتتفرج عليه وتثبته عشان تركز احنا بنشتغل ازاي ان شاء الله. يعني احنا كده عندنا مناطق
ممتازة. عندنا على الأسبوعي 8023 نقطة ارتكاز، عندنا على اليوم اللي احنا هنبدأ بيه شغل يوم التلات 8089 أو 90، وهو أغلق 8104. بص كده، أول نقطة 817، 831، 849، 856، الخامس 894. أعتقد لو جبنا الناحية التانية هتلاقيه 8220 أو 8230 تقريبا. الهدف السادس اللي أنا باخده دايما أهوت، اللي هو ده باخده ضمه هنا، اللي هو 8249. نرجع تاني للنيجاتيف 2 فيها نقطة ارتكاز، عشان احنا دايما وهمنا نقطة الارتكاز، أهم حاجة عندنا بنركز عليها قوي. قال لي عندك 889، ده على اليوم بتاع يوم التلات، وبالتالي لما ينتهي عمل يوم التلات هتاخد الداتا بتاعت يوم التلات وتحطها مع الاحتفاظ اللي انت عندك اسبوعي 8023. خلاص. طيب، يبقى انا عندي بالنسبة لليومي عندي 804 ده اهتم بيه قوي، عندي 8059 اهتم بيه قوي، عندي 8104. السكة هتبقى ازاي؟ السكة لاحظ كده برضه، أول هدف هابط 98 98، إذا احتماليات التشابه في نقط الارتكاز بين الأهداف احتمال يجرب على 98 ويطلع يكمل يعمل لنا 817، 831، حده الأقصى 849. ده في حالة الصعود الخفيف. قوي هيكمل ممكن يودينا لمنطقة 8240. طب لاحظ كده هنا اول هدف اسبوعي فين؟ 876. احنا عندنا الهدف الاسبوعي بتاعنا الصاعد الاولاني 877 بس كان اول هدف. اذا انت قبل ما توصل للهدف الاسبوعي 8177 اللي احنا لسه شارحينه من شويه، قدامك 3 سكك دول. هي دي اللي انا عايز اقصده واللي انا عايز اقوله، ان انا بجيب هدف اسبوعي وبعدين اجيب ما بين الاهداف واركبهم على بعض. جاب لي 117، جاب لي 131 في نفس الجلسة 149، اوتوماتيك بينقل بقى هنا 876. اذا هو دخل كده على الهدف الاول الصاعد الاسبوعي اللي احنا لسه شارحينه من شوية. نقطة ارتكازنا، طب في حالة الهبوط، طب هو لما هينزل انا ما اتخضش، انا عندي نقطة ارتكاز 8080 8089 ل 2-1، ولكن عندي حماية 8059 بتاعت اليوم اللي قبله اللي هي دي. هو كسر ال 800 مثلا وشغل 98، هيحافظ على نقطة الارتكاز ويطلع. ممكن جدا ينزل يعمل فلترة لحد 8077 ممكن، وادي 8059 تاني في الهدف الثالث. اذا حتى لو نزل كسر نقطة الارتكاز الاولانية، كسر نقطة الارتكاز دي وبعدين كسر الهدف التاني، لان الاولاني هو الارتكاز، ممكن يوصل لل60 68 ويطلع يكمل لنا تاني. يبقى هيطلع يجرب على ايه؟ على 804. انت المفروض ده شغل بديهة بقى، مش محتاج ان انا اشرحه يعني. 804 اللي هو اعلى حاجة، وقبلها لو اغلق على حاجة اقل من الاعلى يبقى هيجرب على الاغلاق، اللي هو وليكن مثلا قفل على 8 مثلا 100 مثلا، يبقى هيروح ل 800 الاول وبعدين للاعلى ثم يروح للهدف الاول الصاعد اليومي ثم الثاني ثم الثالث. ده كده بالنسبة لكيفية التعامل مع البرنامج بصفة مبدئية. احنا بنشتغل بيه يومي، اسبوعي، شهري، ربع سنوي، سنوي. اتمنى ان تكون المعلومة وصلت، ازاي تغذي البرنامج، ازاي تشتغل عليه، ازاي تراقب السوق. وهقول انت لا مؤاخذة الاول كنت بتخش السوق ما انتش عارف هو هيعمل ايه، ما انتش عارف هيحمر ولا هيخضر، ولو احمر هيقف فين ما انتش عارف، ولو اخضر هيقف فين ما انتش عارف. بتشتري في مناطق مش صحيحة على السيم داي. مثال بسيط، انت دلوقتي هنفترض ان الارقام اللي قدامنا ديت ارقام بتاعت سهم ما مثلا، وبعدين انت ما معكش البرنامج ورحت الصبحية على الشركة مثلا او قاعد قدام الاونلاين وعايز تشتري سهم زيرو، مثال سهم مثلا سودك او غيره. حضرتك رحت داخل شاري، هو كان جايب مثلا 117، رحت داخل شاري عند ال 117. انت اشتريت من هنا وراح نازل بيك من هنا لحد 98. يوه، ايه اللي نزلنا بس؟ مش ايه اللي نزلك، انت دخلت غلط، مش انت داخل في منطقة بيع. هدف تحقق،
داخل في منطقة اي نعم ممكن ينزل 98 يطلع يجرب تاني ويكمل. مش معنى كده ان انت اشتريت 8 117 وينزل 98 بيك وبعدين يطلع يخترق ال 8 117 ويجيب 849 وانت كسبت تبقى انت كده صح في السيم دي. لا طبعا انت مش صح، لان السوق صاعد، سوري في اللفظ يعني. الراجل اللي واقف على جنب دوت، اللي بيلمع الاحذية، اللي بيبيع طماطم، هيكسب فيه. الشاطر اللي يشتغل في السوق الاحمر وليس السوق الاخضر. اي حد في السوق الاخضر بيكسب، بس مش اي حد بيكسب مكاسب في السوق الاخضر مكاسب ممتازه. لا، اي حد بيكسب 20 30. في ناس بتكتب 400 و100% و200% و300 و500 وهكذا. ده الفرق بينك وبين اللي بيشتغل على علم. يبقى انت النهارده لو جينا خدنا مثال مثلا، هنجيب مثلا سهم مثلا السادس مثلا، السادس من اكتوبر. ادي السادس من اكتوبر. في واحد صاحبنا الله يهديه، دخل اشترى السهم السيم داي في المنطقة اللي هي زي ما انت شايفها ديت. هو ما يعرفش ارقام ولا يعرف حاجة. دخل خد زيرو على 8 25، مش فاكر 15 تقريبا او 10 حاجة زي كده، او ممكن 25، مش فاكر، احنا في المنطقة دي تقريبا. المقصد لا، هو هنا اشترى هنا 8 15 خده، بعد ما خده نزل بيه، فهو مش فاهم نزل بيه رايح فين. قلت له هو ممكن يروح معاك ال 24 50 او 70 ويقف عليها يعني، لكن خلاص احتفظ بيه، لان انت يوم الاثنين او الثلاث ان شاء الله ممكن تبيعه ب 26 ونص معاك لحد 27 ونص او الاربع. هو فعلا عمل ادي جلسة 2 3 4 وصلنا لحدود 27 ونص زي ما انت شايف. طب انا جبت الكلام ده منين؟ اول ما قال لي على ان انا اشتريت بكذا قلت له غلط. ده اللي انا عايز اقوله، ده اللي انا عايز ايه اقول. طيب تعالى كده نشوف الويكلي بتاع الراجل ده، هناخده مثال عملي. تعالى نشوف. ادي الويكلي اللي هو كان في الاسبوع ده، عشان احنا نتكلم على الاسبوع ده. خلاص، كان في الاسبوع ده عشان نتكلم على الاسبوع ده كأنه لسه ما حصلش. نقول له كده 25، بغذيه بقى، مالكش دعوه بالورقه وخلاص. المهم تغذيه الورقه شكلها ايه. واللو بتاعنا 22 42، قفل على 24 كام 70. خلاص كده نتأكد من البيانات. 25 44 هاي، 22 42 لو، قفل على 24 70. بنقول له اديني على طول النجاتية 2. قال لي ايه بقى في النجاتية 2؟ نقطة الارتكاز عناية تروح عليها على طول. بص قال لي ايه، ما يكسرليش 8 24 19. اول هدف هنروح له 25 60، 25 26 51 27 72. الهدف التالت دايما احنا بنركز عليه. ركز معايا كده بقى. يبقى انا عندي ارتكاز 24 20، لو كسروا الارتكاز ده هيروح لمنطقة 23 80. لو احنا خلينا بالنا عندنا 24 70 اهيت، ديت اللي هي الاغلاق بتاع هنا. تعالى بقى نفتح كده. عموما النهاية في هذا الاسبوع عمل لنا 27 ونص زي ما انت شايف. تعالى ناخد بقى الخطوات. عديلي الاسبوع ده كان نهايته امتى؟ نتأكد بس الاول. كان الاسبوع ده بتاريخ 13/4. يبقى هنيجي بقى هنا، ده تاريخ 13/4، ده تاريخ 14/4. يبقى هنا نهاية الأسبوع بتاعتنا. بص الشمعة دي، أول شمعة عملت إيه؟ 25 ونص. أول يوم 25 ونص. إحنا عندنا اهوت نجيب الأهداف بتاعتنا، نشوف على أول شمعة إيه اللي هيحصل. معانا 25 60. طيب ده طبعا أسبوعي، لكن أنا لسه هفتح يومي بقى بعد كده. اليوم التاني 26/44. تعالى نفتح النجاتين. 26/51. اليوم التالت 27 فلات.
نفتح النجاتية. 27 72 ده اليوم التالت، هو عمل 27 بس، لاحظ ان ده اسبوعي. الاخير 27 ونص، عمل 27 60. تعال بقى ناخد كده، ناخد يومي مثلا، اي يوم، وليكن اليوم اللي هو الجميل ده 25، اللي هو اليوم بتاع 14/4، عشان نشوف يوم 15 هيحصل ايه. قال لنا عندنا 50. انا بوريك بغذي بقى يومي ازاي عشان اشتغل على اليوم اللي بعديه معايا الويكلي، ما نساهوش ابدا. معايا 24 97، وبعدين قفلنا على 25 20. كالعادة هقول له اديني نجاتية 2. خلاص انا بنشتغل على الارتكاز دائما، هو الاهم طبعا. قال لي ايه بقى؟ عندك 25 22 نقطة ارتكاز ما تتكسرش، وعنده حماية لحد 25/4. اول هدف عندي 25 35، تاني هدف 25 52، تالت هدف 25 73. ده كان يوم 13. كان يوم 14/4. تاني يوم عمل لنا ايه الراجل؟ عمل لنا 26/44. وهو فتح ازاي؟ فتح من 25/40، يعني ما راح لناش لنقطة الارتكاز بتاعتنا، وفتح على طول. خلاص وصلنا هنا للهدف الخامس. احنا قلنا مركزين على الهدف الثالث ان هو بيخترق وبيعدي، بكمل معاه للهدف الخامس وربما السادس كمان. طيب ده كده كان مجرد رؤية بسيطة على احد الورقات، وازاي بنغذي البرنامج وازاي بنشتغل بالبرنامج. انا اهم حاجة عندي نقطة ارتكاز، نخلي بالنا منها كويس جدا جدا جدا، لانها نقطة الحماية بتاعتي. بيشتغل فوق منها بشتري وببيع، بيشتغل تحت منها ببيع وبشتري، بس لما يتأكد كسر نقطة الارتكاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعتبر هذا درس أول. في مهارة نسيت أقول عليها في البرنامج، يعني مثال كده هناخدها حالا كده. هنيجي نقول إيه؟ أنا طالع من القاعدة على مثلا السودك مثلا، هو معانا أي سهم يعني. القاعدة بيقول لي كام؟ القاعدة بيقول لي 12/80، يعني ده أقل حاجة. أعلى حاجة في سودك كام؟ 30/60 30/64. هعمل كده 30/64. أقل حاجة كان كام قلنا؟ كان 12، مش فاكر، 88. نشوفها تاني، اللي هو دوت، عشان تبقوا فاهمين. يبقى أنا باخد بس كده ده، دي حاجة اسمها مهارة في البرنامج، قلت أوريها لكم بالمرة. وهناخد ده طريقة قاع، اللي هو 12/80 اهوت، نقول عليه 80. يبقى انا خدت القاع 18/80 اللي هو اقل حاجة، واعلى حاجة اللي هو هبط منها، يعني مش اعلى حاجة مش اي منطقة وخلاص، لا مش هبل يعني. انت بتبقى فاهم الشرط وداخل على القمة والقاع والحاجات قريبة للمضاربات. 30/64 و12/80، وبعدين بنجيب الاغلاق 21/78. دي بس كده ايه، معلومة كده صغيرة، حبيت ما تلخموش نفسكوا بيها دلوقتي. لما تفهم الاول الدنيا ماشية ازاي وتقدر تتعامل مع البرنامج، تقدر تشتغل بعد كده 21/78، تقدر تشتغل بيه كده. عشان نشوف مستهدف الورق ده يجي ازاي. اول حاجة نقطة ارتكازي. بص بقى قال لي ايه؟ النقطة اللي ما ترعبنيش وما تخوفنيش مهما يكون لونه احمر بعد كده، ما يكسرليش 21/74. 21/74. بص نقطة الارتكاز فين؟ 21/74. خلاص. طيب أول هدف للراجل ده قال لي 27/13. تاني هدف 32/48. تالت هدف 39/62، وهو المطلوب إثباته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.